نتمشى على مود نروح للقسم. هي راح تمتحن وانا راح اضل ما اعرف شو راح اسوي يعني، حتى ما اقدر اصور واحد شي، انا استحي ما ادري شو اسوي في الوقت. وين؟ ها؟ اسمها ذاك هيك عادي احكي ويا التليفون. بس انا اشوف مالتي المانيكير لعبت نفسي بالسيارة، لازم اوفق لكم كل شيء. لعبت نفسي بالسيارة وكرهت نفسي انه ما دخلوني، انه رجعت على الباب الثاني الحمد لله دخلت. يا الله. اي اختي راحت تمتحن طلعت ما عندي شي اسوي، صافي قايمة اوتفيتات. خلي اختي تمتحن تخلص اصور لكم شو نسوي اليوم. من طلع من الامتحان؟ من طلع من الامتحان؟ جاوبت شنو غدا صار بلوج؟ يلا طلعت من الامتحان جاوبتي ولا لا؟ اي الحمد لله. إيه بس ايش كم سؤال يعني ما غلطانة. غلسي ستي غلسي. غلس. السؤال 3 ما جاوبتي، مو على 3 مال برشلونة. راح نصور، جينا نصور على مود شنو ترندات وهيك ننشرها بعدين تشوفونها اكيد. على ما شوية تطلع صديقتها نطلع. يلا شوفوا هاي احنا منو سموسة. غوشيني. ها؟ غوشيني. طبعا غوش. فيت شيك. شوفوا الاوتفيت مالتي بس شلون خل اقلب الكاميرا باليوتيوب. شوفوا الاوتفيت ما ادري اذا يبين ولا لا، ما يبين. اصور اوتفيت تشيك. يلا هذا الاوتفيت مال الشمس كلش حلو، احب هيك ستايل. ربطها عكس. ها عبرت منك حرام. وقعت جينا نتمشى، رجعنا البيت جينا نتمشى وقعت. يتم الوقعة يتم الفشل. تحكي جاي عثرة يما والله ما تخطى. قلت والله ماني خلق من عسانة صحصحتني وانا صح. تحسون بهذا الشعور اللي تحسون الكتاب ملزمة اللي قدامكم تقرصكم إذا دا تقرون قبل الامتحان 3 أيام ب4. حرفيا هذا الشعور يسوي أحس يعني أنا بعد لي 3 أيام. اي باشر أكبر. اي بعد 3 أيام لنص السنة تبدي، يعني اليوم 17 بالشهر. تخيلين يعني متخيلين الوضع بعد 3 أيام نص السنة. واني مفروض الأيام اللي فاتت إنه أنا مكملة أكثر المواد الصعبة على مود أبدي أقرأ أحياء. هنا أول يوم أحياء بس أنا كل شي ما خلصت حرفيا، أجزاء بسيطة بس كل شي ما خلصت. أساس قلت يعني يمكن إذا بديت المادة اللي أنا يعني راح أمتحن بها أول امتحان راح أتشجع. والقرآن كله كذب كله كذب والله. هسه هاي شوفوا عندي أحياء 6 أفصل، متخيلين؟ بعدني بأول فصل وأول صفحتين. المفروض اليوم أنا خلصت 3 أفصل. هسه الساعة 7 يوم جو أورد. أي بعد جو أورد وعوفة اليوم الجو أورد. وتخيلي يعني ما أدري شنو ربط المواضيع هذا، بس إنه شوفوا فصل بعدني بداية المفروض أنا خلصت 3 أفصل اليوم. لا والله يعني مو طبيعي الوضع. فباكر أنا خلصت 3 أفصل ما أدري شلون. وشوف هسه حطيت مكياج وعرفت الموضوع كله. ما أدري يعني ما سبحان الله برود السما نزل علي. المهم شوفوا هاي البطانية ترافقني بفترة الامتحانات. شوفوا هسه أني عندي شلون ثابتة على فكرة إنه كل يعني هسه أنا بعدني ما بادية الفلوج. هسه هاي بدايته غرفة أخوي. هسه أنا بغرفة أخوي دا أقرأ بغرفة أخوي. حرفيا قبل لا أبدي الفلوج أنا هسه يمكن يعني إيش كم مكان يمكن
3 أرباع البيت الأماكن اللي مو سرية بس من الأماكن اللي دائما أقعد بيها بالدراسة خلصتها. يعني فترة الامتحانات ما أدري شلون راح أروح أماكن ثانية، أنا خلصت أغلب أماكن البيت. يعني ما أدري شنو من عقل عندي. عارفين اللي تحسون والله يعني صدق الكتاب يقرصكم، والله جد. لا والله صدق ريحته بيض، الطعم ما راح يصير مو بيض. خليني أخذه. شو هيدا؟ مسكت. طعمه طيب. ريحته تحسون ريحته بيض سلق وحاطينه ومقلينه. لا والله لا، ريحته غريبة. هل هي عصبية أعصاب؟ هذا غلط. أما أقسام الجهاز العصبي، شوفوا أقسام الجهاز العصبي أقسام الجهاز العصبي دماغ وحبل شوكي. أوكي فهموها بعدين ما وصلت لها، هي آخر شي بالفصل. أمراض نفسية الكآبة والانفصام شخصية. الكآبة هو مرض يسببه شنو؟ الثالث. تلعب بالكم هذا لابسته على مود التصوير؟ لا والله لابسته ينبورد. والله أحس هاي السنة أكثر سنة بردت بيها، أرجف في الوقت. فيعني هذا لابسته على مود البرد مو على مود التصوير. بجي يعني انتبه على شي على ما يبين. بس شنو هاي باردة. جي أفكر شلون بالامتحان، شلون راح يعني طبيعي عادي ما أبرد. ذكرت إنه ما راح أقدر ألبس قماص اللي أحبهن لأن خفيفات، كنت مخليتها لنص السنة بس خفيفات. يعني بالنسبة ذيك السنة تخيلوا كنت ألبس بنفس الوقت البرد هذا ألبس قماص الخفيفة وعادي يعني. هسه جاي ألبس مليون هاي قماصة هم نفس الشي باردة يعني أجل أرجف. يلا هسه خلينا نقيم بعد. تقيمين شو ضمة ليش؟ لا هاي ما حبيت. هاي ما أعرف، اللي يعرفني أقيم، اللي ما أعرفه ما أقيم. لا طيب هذه أبرم بعد. طبعا نزلوا القاعات، يعني صراحة أني ضجت وفرحت. نزلوا القاعات والأسامي ضجت وفرحت. ضجت لأن الصف اللي أكره أنا راح أدخل بيه، أنا راح أمتحن بيه. بس فرحت لأن الصف هذا دافي، يعني صراحة يدفي. لأنه يدفي فما راح أشيل هم البرودة، ما راح أشيل هم البرودة. صح راح ألبس هواي بس إنه برودة يعني برودة تكره الواحد بالامتحان. تخيل الامتحان مادة تكرهونه يعني كل أحياء عبرة. بس الكيمياء والاجتماعات شلون؟ الاجتماعات بيها مجال كيمياء. تخيل امتحن كيمياء وهم بردانة وهم ما ماكلة شي، مادة صعبة. لا خلاص خلينا نصير إيجابيين، نركز على إيجابي فقط، إنه يدفي الصف. فإن شاء الله عاد تعبر الامتحانات على خير. لازم نسوي هاي الوجبة لأن من تعرفون سويت هاي الوجبة معناه شنو؟ المادة كسرتني. شوفوا خلصت بس 3 فصل وباكر آخر يوم لازم أراجع فيه. المفروض أراجع الفصل كلها. تخيلوا إنه باكر خليت 3 فصل يعني ما أدري فهمت. بس المهم إنه أنا هسه مرحلة الهلاك. سويت هاي الوجبة يعني تنقذ بس ما أدري شلون راح تنقذ، ما أدري شلون راح تخلص هاي تراكمات علي. شوفوا الهوس، شوف ربي امتحان وسهل عود. وأنا معتبرته أصلا لا شيء قدام الكيمياء والاجتماعيات. هذا الكيمياء والاجتماعيات شلون مو شكوى بس حقيقة. أسبوع الامتحانات يطلع كل شخصيتك. أحاول أكون منتظمة، مو دائما تنجح. أحيانا أقعد، أحيانا أرتب، أحيانا أدرس، أحيانا أخربط. خلص يوم وباقي أيام كمل. الساعة 7:30 وباكر امتحان. وهذا الصراحة الهدوء اللي أنا بيه موترني ومخليني بقلق. أني ضحى بدون توتر يعني أنا أوكي ما متوترة عادي. بس إنه عادي يعني أنا ملخصة المادة. تخيل كل شي ملخصة عادي. أني متوترة اكو شي غلط، اكو خلل بنظامي عدلوا. شوفي الاكسسوارات اللي أنا نزعتها خرب. ما أحب إيدي بنمسح فيديو.
احب اخشخش. شلون اعمل اصوات بس اصورك كلها تحكي ليش؟ اوكي. طبعا احلى شي بالشتاء انه ايش البس حجابي اصلا انا لابسته يعني بردانه وشعري مبلل، ف يعني هذا احلى شي بالشتاء. هي تيتي احس يعني تيتي حريه، اقدر اصور براحتي. ممكن شوي لابسه لي هودي عزب الصيف مره لبست جاكيت ومتت من الحر ومتت هسه جاي اقرا احياء ان شاء الله يا رب ويوفق الكل. بس شنو لازم تدرسون. شوفوا طبعا انا احس دبيت كل حيل بالاحياء، ما ادري شلون راح ادب حيل بعد باقي المواد، ف اتس اوكي. شوف هذا جرح هشوفكم اياه ضيع وقت. شوفوا والله العظيم انه مشقوقه بالنصين، يعني مشقوقه نصين، يعني اصلا ما جيت تبين مثل ما هي مشقوقه حيل. بس يلا بعدين ارجع لكم. صباح الخير. جاي احاول اكمل. حد يستغرب من الحجم اللي انا لابستها، بس لان لبست مع اخوي تخيل قد ما باردة، والحجاب ابد مو عادل وشكلي يفشل كل شي غلط، بس اتس اوكي اب تو مي. شوفوا شلون قد حلو هسه الشروق يجنن، شوفوا يجنن. طبعا اليوم اول يوم امتحان نص السنة، ان شاء الله يا رب يكون امتحانات موفقة وبدت السحلة نقدر نقول. خلي البس شو اسمه البس. شوف هذا والله ضحك. هرتب جنطتي واحط واقي الشمس، وبعد خلاص ماني شي بس البس حداية كرمون اطلع حتجيني يوم الخط، حيجيني الخط. فيلا هذا صن كريم. طبعا اني البارحة يعني حرفيا ما صورت لكم قد ما انه خلاص بعد ما قدرت اصلا افتح، يعني حتى ما قدرت احكي اصلا قد ما تعبانة، ما اقدر. يعني انا اصلا ما كملت كل المواد، تخيل ما كملت كل المطلوب، بس مع ذلك راح اروح الامتحان ما اقدر بعد. ف يلا ان شاء الله عاد ما يجي المقراتي. شايفين من تقرا شغلة تجيك الاسئلة كلها عن هاي الشغلة، لان انا خايفة منها صراحة. يلا ان شاء الله عاد يطلع سهلة. طبعا شوفوا بقيت هذا مرطب ما شوية مال امي، انا عندي هذا بس خلص. شوفوا خلص اكره هاي الشغلة صراحة. انا مرطب الشفا ما اقدر اعيش بدونه، بس الحمد لله هذا موجود. انا ما اشتري هذا. اوكي طبعا هسه بس فترة الامتحان يعني حابسة بالبيت، لا سوق ولا حتى محل، فيعني مضطرة اكمل بهذا. جهز وبعدين اراجع. تدرون ليش؟ لان مرة صارت لي همش، بس جبت الجنطة راح اشوفكم شنو احط بيها. وهاي كبرة بكد راسي راح احط بيها مالت امتحان، يعني مالت اختي بقتها منها. طبعا مرة كنت مريضة حيل يعني وما عندي امتحان شهري، فكان اجتماعيات، وانا جيت بعد قلم ما حد اظهر الامتحانات. اوكي قلت يلا ما بقى شي. طبعا انا جيت يعني بالعشرة هيجي اروح يعني 11 اروح للمدرسة ونمتحن وارجع للبيت، لان كنت حيل مريضة. فاني بالعشرة شفت بعد وقت قلت يلا بالعشرة ونص اقوم ابدل، 11 الا ربع اقوم ابدل، اقرا القاها صارت ب11 وانا حيل مستعجلة بسرعة. فالقراية شتتني تخليني اصلا موبايلي مو ويا احد، يعني اذا وخرت سلسلة افكاري راحت حسيت سبحات وانفتح. شايفين ما رجع يحكي بس يلا. انا حاحطها ما ادري راح اراجع عليهن او لا، صار لي اسبوع اسوي بيهن ما اعتقد راح اسوي عليهن. يعني مجرد تعب على الفاضي. قلت اذا فادني اسوي باقي الامتحان. رصاص وهذا جاف ومس. قطاطة اختي قاعدة تحقريش بقطاطة.